فشي روعة يجنن يخبل. الله اموت على هذا المكان يعني. وهذه وهذه صخرة نيسي. طبعا اذا اقدر راح اصور لكم المكان. اكو منك الناس تقفز. شوفوا الجمال، شوفوا الروعة، شوفوا يا حظي، شوفوا شوفوا الطبيعة. هذا هو صفاء ماء شاطئ نيسي. هذا نيسي بيتش، هذا جمال شاطئ. وشي روعة يخبل. شوف الطبيعة، الله شوف الطبيعة، شوف فشي روعة يجنن. والله العظيم يرتاح الإنسان هيك، يرتاح. فشي روعة والله، كارثة. راح نصور بأماكن مختلفة، أشوفكم كل أجزاء الجزيرة شوي شوي، تدللون علي يا أحبائي. والبارحة بصراحة قررت انه اشتغل على هذا الموضوع وانزل محتوى عن جزيرة قبرص وعن تاريخها وعن حضارتها وعن ثقافتها، عن جمال هاي الطبيعة الحلوة الربانية. سبحان الله، سبحان الخالق. شيء يعني ما أدري والله، ما أقدر أوصفه. راحة نفسية، راحة نفسية. الله، واحد يخلص من ضغط العمل. شقد حلو هاي، يجي على الطبيعة هاي وعلى الحياة الحلوة، روعة. طبعا أنصح بالسياحة إلى قبرص. قبرص مدينة جميلة جدا، وتلائم جميع السواح، وجميع السواح مرتاحين وآمنين هنايا. ماكو سرقات، ماكو مشاكل، ماكو إجرام. فشي يعني الحمد لله، النعمة من رب العالمين. يعني هو أصلا شعبه شعب طيب مسالم. يعني لا، عيط يقول لك ملاقة. شو معرفني شو ملاقة، هذه كلمة قبرصية، حتى اليونانيين ما يفهموها. اي، صخور تزحلق، قاعد اخاف لا اوقع. هذا شاطئ نيسي، راح نصور عن الشاطئ اكثر واكثر. اليوم راح نتكلم عن نيسي. قبل ما اسبح انا طبعا كلش حابب انزل للبحر، لان الجو كلش حلو يخبل، والمي درجة حرارته رائعة، لا هو حار لا هو بارد، دافي. هسه راح ننزل هناك ونصور من بداية شاطئ نيسي. يلا نشوفكم بعد شوي. الله، سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان المبدع. والله جنة جنة على الأرض. بلد جميل جميل، روعة، هدوء. هسه بس اخلص تصوير اني بعد راح اروح اسبح، ما ظل وياكم شوي نستمتع احنا من بطلتنا. بس موعدكم راح اصور واشوفكم كل شيء، اشوفكم جمال قبرص، طبيعتها خلاب. انا اعشق سباحة البحر. هو جوه سباح اكشر على قولة العراقيين.
طبعا المي تحفة فنية، شي روعة. صخور بالبداية وبعدين الرمل، مي نهر، مي صافي خضر يجنن. المكان روعة بصراحة، روعة روعة روعة. سفرة توب لوب، روعة 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 روعة. البحر يخضر، الله، أعشق الطبيعة.